السلام عليكم، عواشركم مبروكه. مرحبا بكم في قناه كويزين ماغ. ان شاء الله نعمل معكم رغيفات معسلين كيجيو ما شاء الله مقرمشين ولذاذ، وممكن تصايبوها حتى لوليداتكم في الايام العاديه في الكوتي. ما شاء الله كي يعجبوهم ما شاء الله. نبداو دابا في المقادير. عندنا نص كيلو ديال الدقيق، كنديروا تقريبا معلقه معمره صغيره ديال الخميره وقبيصه ديال الملح، وكنجمعوا كل شيء هذا بالماء دافي. كندلكوها مزيان، كتجي العجينه ديالها هكا مرخوفه بحال العجينه ديال المسمن، وكنحاولوا نديروهم على شكل كويرات صغار. كناخذوا اول كويره هكا كنطلقوها مزيان بحال المسمن تماما. ناخذ الكويره الثانيه بهذه الطريقه. كنبقاو مستمرين على هذا تنسالو الكويرات كامل اللي عندنا. كنخليو على جنب حتى تطلقوا لينا مزيان. كناخذوا مقلاة كنحطوا فيها الزيت يسخن مزيان، كنبداو نقليوهم هكا، كنخبزوا بوحده بوحده هكا نقليوهم، وكنهزوا داك الزيت يعني وكنخوي فوق منها باش تجي مفشفشه وتنفخ لينا وتنا واحد اللون يعني زوين. من الاحسن ما تحمروهمش بزاف، يجوا اللون ديالهم ذهبي هكا، كيجيو حتى في المنظر حتى في هذا كيجيو زوينين. نستمروا بالطهي نساليهم ان شاء الله. ملي كنساليوهم كاملين كنحاول ناخذ واحد مقدار ديال العسل ولا الكونفيتور على حسب كل واحد وشنو عنده في الدار، وكتديروا فوق منهم او كتطفيهم في العسل على حسب كل واحد يعني اللي عنده متوفر في الدار. كنزينوهم بججلان يجيو هائلين صراحه. جربوهم وان شاء الله يعجبوكم. يجيو بهذا الشكل، يجيو مقرمشين ما شاء الله بالصحه والراحه. وان شاء الله يعني الا جربتوهم حطوا لي التعليقات ديالكم كي جاوكم. واش مبروكه، وما تنساونيش بلايك وشي تعليق زوين من عندكم.